اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفتح الباب وضحكت اللي فتحت ووقفت تسند ايديها على الباب. جابر أزاح ايديها ودخل وقال لها: ايه اللي هببتيه ايديه مع فردوس؟ حاجة بسيطة، شفتك وانت طالع تتسحب على فوق، وبعد شوية لقيت مريم طالعة، قلت لما الحاجت قبل ما تتجفش، واهو اقلب دوسة في السلسلة اللي كانت فرحانة لي بيها في رجباتها. غلط تاني ولا كنش غلط تاني؟ يا بنت الجنية يا فردوس، انت ابليس يقفلك تعظيم سلام. بذمتك يا شيخ، كنت هتعرف تنزل لولا اللي عملته ده؟ عفارم عليكي. واخرج من جيبه اسورة كان لقاها في اوضة مريم على الكومودينو جنب السرير. فجأة ضرب نار ومزمار بلدي، ارتفعت اصواته وناس داخلة شايلة هدايا كتير، وراجل باين عليه العز. الحراسة ماشية وراه وقدامه. قابله نجيب بترحاب: اهلا اهلا يا عبد الرحمن بيه، نورت النجع كله. لا انا زعلان منك قوي، بقى اعرف من المحامي باسبوع بنتك وما تعزمنيش؟ وانا اقدر يا صاحبي؟ انا اتصلت عليك كتير، انت اللي ما ردتش. شيعتلك مع المحامي وعرفت انك مسافر بلاد بره عند سيادة السفير ابنك. اول ما المحامي قال لي حجزت على اول طيارة وجيت من المطار على هنا على طول. مبروك يا صاحبي، 1000 مليون مبروك، عقبال ما تفرح بيها في حياتك ان شاء الله. ظل الحفل مقام حتى رحل الجميع. مريم كانت بتدور على الاسورة بتاعتها وما كانتش لاقياها. نجيب بصلها وقال: مالك بس يا ام مسك، بتدوري على ايه؟ بقالك ساعة بتلفي حوالين نفسك، مالك فيكي ايه؟ الاسورة بتاعتي كنت حطاها هنا على الكومودينو، اختفت مرة واحدة، تلاقيكي شلتيها في علبة مصاغق وناسية يا مريم. قلت زيك كده ودورت فيها برضو ما لقيتهاش. انا متوكدة اني جلعتها وانا برضع مسك، ان شاء الله ربنا هيعطرك فيها، بس ما تزعليش نفسك. تعالي بس ريحي، انت طول النهار في دوشة وناس داخلة وناس خارجة. تعالي يا ست مسك. واول ما لمس دراعها عيطت بشدة. رفع ايده بس كانت لسه بتصرخ. على صرخة واحدة من العصر وهي تنام شوية وتقوم على صرخة كده، وخصوصي لما رضعها واجي يما دراعها الشمال. نجيب شال بنته بسرعة وكشف عن دراعها. ايه اللي في يد البت ده يا مري؟ ايه ده حرج في يد البت. نجيب برعب وخوف اتشل تفكيره. غير لها هدومها بسرعة، شوفي في حاجة تانية ولا هي دي بس. وفعلا غيرت لها هدومها كلها، بس ما لقيتش غير العلامة دي بس. نجيب قال: اللي حصل للبت دي حصل ازاي؟ ده حرج بختم ولا علامة؟ مين عملك ده في بنتي؟ أنا رضعتها ونيمتها ونزلت أجيب الضيوف، وبعد نص ساعة كده أو أقل شوية سمعت صرختها، قلبي انقبض. طلعت أشوفها لقيت على صرخة واحدة، ومن وقتها كل ما المس دراعها تبكي. يا حبيبتي يا بنتي. اللي عمل العملة دي قصده يعرفني إن بنتي تحت يده، بيقول لي دارك وبنتك مش أمان، بدليل بنتك ووصلت لها وما قدرتش تحميها. بنتك تحت يدي، أي وقت أقدر أحرمك منيها. إيده اتمدت على مصاغك وبنتي. يا لهو بالي، كل للبنت اللي حليتنا دي اللي استرجتها من الدنيا. ما تخافيش يا مريم، انتي ومسكي كل اللي ليا، ولو آخر يوم في عمري هحميكم من أي حد. بس البيت بقى مش أمان، أنا هزود حرس عليه، وانتي ومسك ممنوع تخرجوا برا البيت من غيري. حتى التطعيم بتاعها هجيبه لحد هنا. عدت الأيام وهوس نجيب زاد، بقى كل حياته قايمة على حماية بنته. بيته بقى عامل زي القلعة، ممنوع حد يدخل إلا بإذنه، وهم أفراد معدودين على صوابع الإيد الواحدة. حتى يوم وفاة أبو مريم عمل العزا برا البيت علشان يضمن إن مفيش حد يدخل ويوصل لبنته. والنهاردة ست مسك كملت 2 وبتلعب هي والولاد، ولاد روحية أمل وأمنية، ومعاهم نجيب اللي الوحيد اللي ليه كافة الصلاحيات، يدخل وقت ما يحب، ليه ألعاب زيه زي مسك. وساعات بيعلمه نجيب بنفسه ازاي يحمي مسك. نجيب الصغير ليه غرفة في المنزل، وهو الوحيد
اللي مسموح له ينادي نجيب بعمي ومريم بعمتي والجدة جدتي. دخلوا نجيب الكبير مدرسة خاصة بعيد عن البلد، وخصص له حد علشان يخدمه. احتفل نجيب وعيلته بعيد ميلاد وحدته، ومعاهم بس روحية وبناتها ونجيب الصغير وعتمان ووالدته كمان، اللي كانت مش موافقة أبدا على عزلة بنته الصغيرة عن العالم الخارجي. وأثناء الاحتفال والأطفال كانوا بيلعبوا مع بعض، فجأة صرخت مسك صرخة قوية لما وقعت من على السلم واتجرحت ايديها. اتفزع أبوها وأمها وزعقوا الأمنية. اتصل نجيب وجاب أكتر من دكتور علشان يطمن على صحة بنته. روحية كلمت بنتها أمنية وقالت: تعالي هنا يا مكسوفة الرقبة، بقى تضربي مسك وتزجيها من على السلم؟ منك يا غيورة، ده انت أكبر منيها ب5 سنين المرة اللي فاتت، وحمدت ربنا ان البيه ما خدش باله. عاوزة تقطعي عيشنا والمكان اللي متوينا؟ رد عليها عتمان جوزها وقال: بالراحة يا ام امل، البت صغيرة ودي غيرة ولاد صغيرين، عارفيها غلطها، وان عملتها تاني انا اللي هحاسبها مرة تانية. هو البيه هيخليها تدخل السرايا تاني؟ أمنية كانت بتبص لأمها وعينيها مليانة دموع، وفي نفس الوقت كانت بتبص لها بغضب. أنا هدخل وهعمل اللي عاوزاه والعب بكل الألعاب اللي بحبها. أنا بكره مسك، كلكم بتحبوها، حتى انتي بتسيبيني جعانة وتروحي توكليها، بتشيليها من على الأرض وتسيبيني. أنا بكره مسك ونجيب، بكرههم. مرت الأيام ومسك محبوسة في البيت، وأبوها وأمها وجدتها هم دول عالمها. وبعد 5 سنين مسك كانت بتنادي نجية جدتها علشان تعلمها بعض الأشغال اليدوية وشغل التريكو علشان ما تملش من العزلة. كل يوم وقت العصاري بتاخدها وتخرج للجنينة علشان تعلمها شيء جديد. مسك وهي نازلة من على السلم بسرعة فجأة تقع على الأرض، تتجزع ايديها وتتكسر رجليها، والأول مرة تخرج برا البيت. حتى الدراسة أبوها دخلها مدرسة خاصة بمبالغ كبيرة جدا، وجاب لها المدرسين في البيت بيدفع لهم برضو مبالغ كبيرة علشان يجوا من المدينة للقرية يشرحوا لها في البيت. يعني بتروح بس أيام الامتحانات. راح بها نجيب إلى أكبر مستشفى في المدينة. الدكتور قال: الحمد لله بسيطة، جزع بسيط في ايديها وشرخ في رجليها، راح بس 2 3 وهي لسه صغيرة، ان شاء الله هتخف بسرعة. مريم قالت: لا، اتأكد ان البنت ما فيهاش حاجة، البنت بتبكي من الوجع. دي رابع مرة نعمل أشعة للأمورة الصغيرة وبرضه ما فيهاش اي كسور الحمد لله، هي الخضة بس. وبعد ما مشوا من المستشفى وهم خارجين بره كانوا بيدوروا على السواق بتاع العربية. مسك كانت بتلف حواليها، لأول مرة بتشوف ناس غير اللي تعرفهم في بيتها ومدرستها، اللي بتروحها بس وقت الامتحانات. بابا بابا، ايه ده؟ مطعم أكل؟ ايه اللي واجعك يا حبيبتي؟ أنا جعانة، عاوز أكل من هنا، ريحته حلوة. بص نجيب على المطعم لقى محل فول وطعمية، فبص لمريم اللي قالت: عاوزة فول وطعمية وكمان من الشارع؟ لا يمكن تاكلي أكل من الشارع، أنا هعملك أول ما نروح البيت. وفعلا رجعوا على البيت، ووقت العشاء كانت مريم ووالدته قاعدين، ومسك كانت نايمة على رجل أمها. نجيب قال: أنا قررت أعمل سرايا جديدة في الأرض اللي قدام الجنينة الجبلية، هعملها دور واحد بس، ما فيهاش سلالم، هبنيها على مساحة الأرض كلها بس دور واحد، ونفتحها على الجنينة هنا. مريم قالت: عين العجل يا أخوي، كده أمن وأحسن. أما نجية كانت بتتكلم بضيق: وإيه لازمتها يا ابني؟ كل العيال بتوجع وتتعور، ما فيهاش حاجة. أنا خلاص قررت يا حجة، كم شهر وهننقل السرايا الجديدة. مسك فضلت عايشة على نفس الطريقة، حياتها ما فيهاش أي تغيير. وعدت الأيام ومسك بقى عندها 14 سنة. نجيب كان بيكلم مريم وبيقول: مريم مريم، مالك بتأني في ايه اللي تعبك؟ قلبي وجعني وصدري بيحرقني، هتصل بالدكتور يجي حالا علشان يكشف عليك. اسمعني بس مسك، خلي بالك منيها،
خرجها، خليها تعرف الناس، تتعامل معاهم، قول لها إني بحبها قوي، كان نفسي أعيش وأشوفها عروسة، بس ربنا رايد أمانته. وسكتت مريم للأبد. نجيب كان بيقول: مريم مريم، قوم يا مريم، مريم. مريم اتوفت. حزن عليها نجيب وزاد من خوفه على مسك أكتر من الأول بكتير. أمه كانت بتصمم على تعليم مسك الطبخ وكافة الأمور الخاصة بيه. عثمان الجنايني علمها كتير جدا عن النباتات والزهور والاعتناء بيها. أما روحية كانت بتحكي لها كل يوم عن اللي بيحصل في البلد. وأمل بنتها كانت بتجيب لها سندوتشات الفول والطعمية والترشي وهي راجعة من الجامعة علشان تاكلهم في السر. طبعا كانت خايفة من أبوها اللي منع عنها أطعمة غير صحية. أما أمنية زادت كراهيتها من اهتمام الجميع بيها. نجيب بقى الصغير كان بيجيب لها كل الهدايا وهو راجع من الجامعة، ودايما كان نجيب الكبير بيفهمهم انهم اخوات. نجيب كون مع مسك صداقة قوية، كان بيقول لها على كل اللي بيحصل في الجامعة، حتى عن اعجابه ببنت جميلة. كان في كل زيارة لمسك بيحكي لها عن علاقاته بيها وعن احلامهم مع بعض. جابر حزن بشدة على وفاة مريم وكان بيبكي عليها كتير جدا، لدرجة انه كان بيروح قبرها وكان بيبكي ويتوعد بالانتقام من نجيب، وانه ياخد ثروته ويموته بحسرته ويتجوز كمان بنته. وعدت كمان 2 سنين وتوفت الحاجة نجية. كسرة تانية المسك، عالم من عالمها اختفى. وبعد انتهاء العزاء طلب أبناء عم نجيب وبعض أفراد العيلة الاجتماع في بعض الأمور الخاصة بالعيلة، ودخل كل أفراد العيلة المكتب نجيب علشان يناقشوه في أمر مهم. وفجأة دخلت عليهم مسك من غير ما تعرف إنهم جوه. بابا انت هنا وانا بدق. قطعت كلامها وهي بتشوف مجموعة كبيرة من الرجالة وقفوا وعيونهم متسلطة عليها. نجيب لأول مرة يعلي صوته ويغضب على مسك: اخرج برا. مسك برعب من صوت أبوها ومن عدد الأشخاص اللي كانوا قاعدين معاه. جريت على أوضتها وهي بتبكي. جابر اتصدم من جمال مسك اللي فاق جمال مريم أمها، العيون الزرقاء اللي خطفت نظر كل الشباب اللي كانوا موجودين واللي وقفوا، وكانت عينيهم متسلطة على الباب. سالم ابن سليمان وأخوه سليم وأخوه ساهر وبعض شباب العيلة. نجيب قال بضيق: ايه حتى انكم واقفين كده ولا نفضوها سيرة ونقفل على الكلام اللي خوتين دماغي بيه من الصبح؟ قعدوا الشباب وكل واحد منهم سرحان في الحرية اللي دخلت عليهم فجأة. أما جابر كانت عينيه على الباب، وسالم كان بيكلم نفسه عن جمال الحرية وعيونها وشلال الحرير اللي منسدل على رأسها. فعلا كانوا كل الحاضرين عيونهم على باب المكتب ومش مركزين. وبعد ما انتهوا من الكلام واستغضب نجيب خرجوا كلهم برا البيت وما بيتلفتوا حوالين نفسهم وبيدوروا على اللي خطفت بالهم وقلوبهم. نجيب فتح باب أوضة مسك: انت ازاي تدخلي عليا المكتب كده وبلبسك ده وشعرك اللي فردها؟ اعمل حسابك من النهاردة مفيش دخول المكتب نهائي، ومش هتخرجي الا وانت لابسه النقاب، وممنوع تخرجي الجنينة. انت فاهمة ولا مش فاهمة؟ فاهمة. حاضر حاضر، والله ما كنت اعرف ان في حد في المكتب. انا سألت أمنية عليك، قالت لي ان حضرتك بالمكتب. قرب منها بحنان شديد: ما تزعليش مني يا حبيبتي، انا خايف عليكي، انا مش عاوز حد يأذيكي حتى بنظرة من عينيه. مسكي كانت باصة في الارض وبتبكي وجسمها بيترعش وبتهز راسها: انا مش زعلانة خالص منك يا بابا، انا زعلانة اني زعلت حضرتك، وحاضر عمري ما هجرب من المكتب وهلبس النقاب، بس ورحمة ماما تسيبنا اروح الامتحانات وادخل الجامعة. بعد الامتحانات نبقى نشوف موال الجامعة ده. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. يا ترى يا مسك ايه اللي هيحصل فيكي بعد كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات اللي جاية. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل
علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في حكاية جديدة قريب إن شاء الله.